تعرفوا إنه أسوأ مباراة في تاريخ المنتخب الجزائري هي ضد المغرب سنة 2011 التي انتهت 4-0 لصالح المنتخب المغربي، حيث لم يقدم أي شيء المنتخب الجزائري، وهذا ما استغله المنتخب المغربي ليمسح البساط بالمنتخب الجزائري. 4 أهداف بجميع الطرق. صار اللاعبو المنتخب الجزائري يتمنون متى تنتهي المباراة، لأنها أصبحت مباراة فاضحة، وكأن المنتخب المغربي يلعب ضد بوتسوانا أو جبل طارق وليس ضد منتخب مونديالي كالمنتخب الجزائري. وبعدها أصبح لاعبو المنتخب المغربي يستهزئون بلاعبي المنتخب الجزائري، حيث أصبحوا يراوغونهم ويمررون الكرات بينهم، والشعب الجزائري في دهشة حيث لم يصدقوا ما يحدث في تلك المباراة. وصارت الجماهير المغربية تطالب بالهدف الخامس والسادس والسابع، لكن المنتخب المغربي رحم المنتخب الجزائري وأنهى المباراة 4-0 لصالح المنتخب المغربي. نقدر نقول إنها أكبر فضيحة في تاريخ المنتخب الجزائري، حيث لم يتعرض المنتخب الجزائري إلى هذه الإهانة من قبل. بعد هذه المباراة فشل المنتخب الجزائري التأهل إلى كأس أفريقيا. هذه المباراة أعلنت نهاية الجيل التاريخي للمدرب رابح سعدان، وطبعا أصبحت هذه المباراة تاريخية، وكل ما يتواجه المنتخب الجزائري والمغربي الجماهير المغربية تذكر هذه المباراة وكأنها ملحمة تاريخية بالنسبة للمنتخب المغربي.